السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن حال. غنوجد معكم الغدا ديالنا تاع اليوم ان شاء الله. اليوم السمك، اليوم نهار السمك. هنا عندي ملح، بابريكا، فلفل حار اللي هو الفلفل الاسود، قزبره، كمون، خرقوم. بسم الله. هنا عندي شويه قزبره بقدونس. بسم الله. هنا عندي شويه الهريسه حاره، عندي هنا شويه زعتر. بسم الله. غير شويه وناخذ واحد تقريبا ملعقتين صلصه طماطم. هنا عندي حبه بصل، ليمون، نضيف شويه زيت زيتون، وهنا عندي شويه الماء، ماشي بزاف، غير شويه. نخلط كل المكونات مع بعض. هنا بحط شويه ملون باش يعطيني واحد اللون زوين في السمك. عارفين نخلط توم 3 فصوص توم. ناخذ شويه خلينا على جنب، ننزلو السمك ديالنا نشرملوه مزيان. هذا السمك يمكن بحال الفرخ عندنا في المغرب، بس هنا ما عرفتش شنو كيسموه. هنا بعد ما نشرمل الحوت مزيان باش يدخل ليه البهار، نخليه ربع ساعه تقريبا. جربوه، حكوا واحد البصيله بحال ما بصله صغيره، حكوها مع التتبيله اولا الشرموله الحوت، كتعطي واحد اللذه زوينه وزعما زوينه. انا جربتها عجبتني وعجبني المذاق ديالها. وهنا خديت بطاطس، راكم عارفين بطاطس يعني قطعتها شرايح، ما تكونش نحيفه بزاف، يعني وسط. وغنستفها نديرها حتى هي في العطريه. ضروري الخضر اللي غتحطوا ضروري من دوزوها في التشرميله، نفس التشرميله اللي درتو للسمك تحطوا فيها الخضر باش الخضره حتى هي تاخذ واحد المذاق زوين وتاخذ تجي بنينه، ما تجيش باسله. صافي ونستفوا اللاطه ديالنا، راكم عارفين. وما شاء الله تبارك الرحمن كلشي كيعرف يطيب، كلشي الله يعطيه الصحه. الله يعطيكم الصحه كاملين يا ربي، والله يوفقنا جميعا. حنا كنبغيو نستافدوا من بعضياتنا، حنا كنا كنتعلموا من بعضياتنا. نقدر انا نكون شي حاجه ما كنعرفهاش كنشوفها عند ناس اخرين كنستافد منها، وانتم كذلك ومثال. المهم حنا كنستافدوا من بعضياتنا في هذا اليوتيوب، وكنتمنى لنا التوفيق جميعا ان شاء الله. وخليكم مع الفيديو الاخير، والله يجازيكم بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التتبع ديالكم. قد ما شكرتكم ما غاديش نوفي لكم الصدق ديالكم والتواصل ديالكم معايا.
بلا بكم نتوما انا ما غاداش نكون في هذا اليوتيوب. التشجيعات ديالكم هي اللي كتخليني كل مره ننزل جديد، كل مره يعني كنحاول ننزل وصفه جديده او لا شي حاجه جديده باش تنال الاعجاب ديالكم، والله يوفقنا جميعا. شكرا لكم بزاف، شكرا بزاف بزاف. شكرا للناس الصادقين، الناس اللي كيديروا مشاهده بصدق، الناس اللي ما كيبخلوش علينا في المشاهده، ماشي الناس اللي كيدخلوا كيخرجوا او لا كتحط لك تعليق على كيف ما قلت المره اللي فاتت على 3 الفيديوهات او لا 2 فيديوهات في توقيت واحد. هذيك راه كتضرني انا وكتضر القناه ديالها حتى هي. الله يهديكم والله يصلح حالكم ويصلح حالنا جميعا ويهدينا جميعا يا ربي. واللي ما كانش صادق ما كيكون صادق مع نفسه، ما صادقش مع نفسه، ما صادقش كيفاش غيكون صادق مع الناس اخرين. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم جميعا يا ربي. نشوفكم فيديو اخر الى بقى العمر. المهم الصينيه ديالنا بدات كتوجد، الفرن ضروري خاصو يكون حار، يكون سخون باش ما تاخذش وقت كثير في الفرن. تعرفوا السمك راه دغيا كيطيب، يعني ما كياخذش وقت كثير في الطهي، دغيا كيطيب ما شاء الله، دغيا كيوجد، ما كياخذش نص ساعه في الفرن، ما كياخذهاش. بالاخص هاد النوعيه تاع السمك ما شاء الله اللحمه ديالو رطبه بزاف، دغيا كطيب، ماشي من داك السمك اللي كتلقاي اللحمه ديالو قاصحه ناشفه. هنا درت شويه تاع الزيت وغندخل الصينيه للفرن. وشكرا لكم، شكرا 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 بزاف. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا البطاطا طابتها ما شاء الله. هذه الصينيه ديالنا، السمك حتى هو طايب. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم على التتبع ديالكم، على الدعم ديالكم، كنتمنى التوفيق للجميع. مع السلامه. الفيديو